الفل عليكم. أنا عايزة أتكلم عن عبد الرحمن السيد، مرشح الكونجرس الأمريكي من أصول مصرية، اللي بيقول لو والدي ما سافرش بيا لأمريكا كان زماني سواق تاكسي في مصر. أولا، مع احترامي لكل سواقين التاكسي ومع احترامي لكل صاحب مهنة بسيطة متواضعة، بس هو في كلامه شيء كبير من الصح، كلامه فيه شيء كبير من الصح، هننكر ليه؟ يعني هناك بيدعموا الفاشل لغاية ما ينجح، بيدعموه. وعندنا بنفشل الناجح ازاي؟ أكم من مخترعين نوابغ وعلماء وموهوبين في شتى المجالات في مصر، هل دول بيظهروا؟ هل دول مثلا الإعلام بيستضيفهم ويفتخر بيهم ويقول لهم عملتوا، أو بنكرمهم، أو احنا بنعمل لهم ايه؟ الناس دي بتنزوي، الناس دي احنا بنهمشها. للأسف عندنا إعلاميين ما بيجيبوش غير الحاجات التافهة، ما بيجروش إلا ورا الترند. نجيب الممثل الفلاني يتكلم على الممثلة الفلانية ونشوف مين اتطلق ومين اتجوز ومين اشتهر على السوشيال ميديا بحاجة معينة، نجيبه علشان هيجيب لنا مشاهدات. يعني مثلا سوزي الأردنية دي اشتهرت على السوشيال ميديا بايه؟ انها شتمت ابوها وانها عملت، ومع ذلك كانت في قنوات عايزه تجيبها وتستضيفها وتقول لها بقى قولي لنا شتمتي ابوك ازاي. المتحرش اللي هو كان بيتحرش ببنت في ميكروباص، والبنت زعقت له والموضوع ده انتشر على السوشيال ميديا، استضافته قناه من القنوات وقعدت تقول له قول لنا بقى انت كنت واقف ازاي وبتعمل ازاي. هل فكرنا نجيب مخترع؟ هل فكرنا نجيب عالم؟ هل فكرنا ان احنا مثلا نستضيف حد موهوب في حاجه؟ يعني للأسف ما بنعملش كده. الناس دي احنا بنهمشها، الناس دي احنا بنحبطها، الناس دي احنا بنموتها بالبطيء. بنقول لها مهما عملتوا ومهما وصلتوا لأقصى درجات العلم انتوا هتفضلوا زي ما انتوا. يعني أحمد زويل، مجدي يعقوب، مين تاني، محمد صلاح، كتير. الناس دي قابلوا عقبات في مصر لكن اشتهروا واتلمع اسمهم ونجحوا بره، وبعد كده رفعوا اسم بلدهم. للاسف مصر مليانه ناس يعني زي احمد زويل وزي مجدي يعقوب وزي محمد صلاح، ناس يعني مصر مليانه ناس زيهم، لكن للاسف احنا بنهمشهم، احنا ما بنهتمش بيهم، احنا بنقول لهم انتوا مش موجودين، احنا هنجري ورا الترند، احنا هنجري ورا اي حاجه تافهه. انتوا مهما عملتوا وهتفضلوا حتى حالتكم الماديه زي ما هي، مفيش حد بيكرمهم، مفيش حد بيهتم باللي هم بيعملوه. يعني حاجه بسيطه جدا، دكتور عمل عمليه لمده 6 أو 7 ساعات متواصل، دي كانت جت على السوشيال ميديا وحد نشر صورته، والدكتور ده بعد العمليه اتوفى. حد جاب سيرته؟ حد اتكلم عنه؟ حد قال شوفوا العظمه، شوفوا الراجل ده عمل ايه، شوفوا الراجل ده قاعد يشتغل قد ايه متواصل؟ محدش اتكلم عنه. على فكره في امثله زي ده كتير عندنا بجد، ناس نوابغ، لكن ما بنهتمش غير بالتفهين، احنا ما بنهتمش غير بالترند، احنا ما بنهتمش غير ايه اللي هيجيب لنا مشاهدات وفلوس. انتوا بتحبطوا الناس دي، انتوا بتهمشوا الناس دي، لكن بره بينجحوا، بره بيعملوا اسم، بره بيعرفوا يشتغلوا على نفسهم، بره بياخدوا جوائز، بره بيتكرموا، يعني بره بيلاقي اللي يقدرهم. فليه ما ينجحوش؟ ليه ما ينجحوش؟ يعني بجد في بره فرص متعادله لجميع الناس، لجميع الناس. لو انت ناجح هنشجعك تنجح اكتر، ولو انت فاشل هنساعدك تنجح. لكن هل احنا عندنا بنعمل كده؟ يعني ارجو كل واحد يجاوب على السؤال ده بنفسه، هل احنا عندنا بنعمل كده؟ بنقعد ندعم الفاشل لغايه اما ننجحه؟ ده احنا الناجحين بنحبطهم، يعني ده احنا الناجحين بنهمشهم، بنقول لهم انتوا مش مهمين. يعني يا ريت كل واحد يفكر بس قبل ما يقول الراجل ده غلطان او مش غلطان، يا ريت يرد على السؤال ده. انا بس بعتب عليه ان هو ممكن يقول كده على الملأ، يعني مهما كان ما ينفعش ان هو يسيء لسمعة بلده او يتكلم على بلده بشكل غير لائق. بس